على الراديو دوغما 3.10. مساء الخير، أنا ريجويس بنت ريمون، وانا ريمون ابو ريجويس، وحلقة جديدة من حلقات يوميات ريجويس وريمون. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حكاية بتحصل كتير مع ريجويس لما نيجي نخرج مثلا ونحاول تبقى الخروجة لطيفة وبابا يحاول يبسط روجي. أنا فهمت بتتكلم على إيه. بتكلم على ايه يا ترى؟ إن إحنا نكون مبسوطين وأنت تحاول تبسطني في الخروجة ديت وتجيب لي كل اللي أنا نفسي فيه، وفي آخر اليوم مثلا أكون عايزة أي حاجة صغيرة وأنت ترفض، أكون أنا زعلانة ونكد على نفسي وعلينا كلنا وأنسى على كل حاجة أنت عملتها لي قبل ما أطلب الطلب ده. يعني أنا أبوظ اليوم على حتة حاجة صغيرة، شوكولاتة مثلا أو بونبوناية، أزعل وأعيط وأبوظ اليوم وأنسى كل اللي أنت عملته علشان خاطري وعشان تبسطني. بالظبط. روجي ممكن نخرج، ممكن ننبسط، نلعب، نجيب اكل، نجيب شرب، كل حاجات حلوه، وخلاص اليوم خلص واحنا مروحين بقى الاقي روجي طلبت طلب صغير قوي، او الاقي روجي كفايه اليوم كان في حاجات كتير حلوه فكفايه، تزعل وتعيط وتنكد علينا وننسى كل الحاجات الحلوه اللي عملتها طول اليوم فبتزعلني. الحكايه دي كتير بتكلم فيها مع روجي، اقول لها يا حبيبتي بلاش نبص دايما على الحاجه الصغيره اللي مش معانا وننسى الحاجات الكتير اللي اتعملت حلو. لما بتكلم مع روجي واقول لها الكلام دون بكلم نفسي برضه. كتير بيبقى ربنا مدينا نعم كتير قوي وحاجات حلوه جدا، ولكن احنا عينينا مش شايفه النعم الكتير اللي احنا بنملكها، وندور على الحاجه اليتيمه اللي مش واصله لنا او مش معانا او مش في حوزتنا. ليه؟ وابتديت اغير نظرتي للموضوع دون في حياتي، وابتدي ابص ايه الحاجات الحلوه اللي ربنا مديهاني انا واستمتع بيها، والحاجات اللي مش معايا ما ركزش فيها قوي عشان ما بوظش حياتي بحاجات حلوه كتيره موجوده فيها وانا مش شايف غير الحاجه الوحيده اللي مش معايا. بالظبط كده، اللي بابا قاله ده صح جدا. وزي ما روجي اتعلمت حاجه من القصه دي، وانا كمان اتعلمت حاجة مهمة جدا من القصة دي. يا رب تكونوا انتوا كمان اتعلمتوا من حكاية من حكايات ريجويس وريمون. باي باي.